نصيحتك ايه للحالات اللي بتيجي تقول انا عايزه اخس 20 كيلو في شهر، وفي دكاتره خسستني ناس في 20 كيلو خلال شهر او 10 كيلو خلال شهر، نصيحتك ايه ليهم؟ مبدئيا زي ما احنا ما قلنا قبل كده، لو عملت كده هترجع تاني اسوأ من الاول، لان انت عملت تجويع لنفسك رهيب، عملت سوء تغذيه لنفسك، خدت من عظمك وعضلاتك وجسمك وميتك وكل حاجه، لانه ده مش بناء، انت كده بتهدم بس. انت نزلت كيلوهات كتيره قوي بس حطمت جسمك من الداخل، وفي نفس الوقت برضو ما رجعتش عملت لايف ستايل لنفسك وحياه صحيه. ده غير ان انت بتخسر عضلات بكميات كبيره جدا، وبتنزل من الفيتامينات والمعادن اللي بتبقى موجوده في الجسم، فدي بتاثر بتاثير سيء جدا على الجسم. ده بالعكس نزولك ده بيبقى نزول غير صحي. لو جينا عملنا الانبادي هنلاقي الانبادي بتاعنا كويس تماما، عضلات مفيش، بالعكس هيبقى في خساره الدهون هتبقى بنسبه بسيطه جدا، وخسرت حرقك. لو انت بنوته اللايف ستايل بتاعك كله هيبوظ، البريد بتاعتك هتبوظ، لو انت راجل هتخسر الذكوره بتاعتك، فكل ده مش حلو. لازم تمشي لايف ستايل وبلاش موضوع الكيلوهات بتاعتك ده غير ان النزول السريع بنزول الدهون بكميات كبيره بيعمل سقوط في الاعضاء، وده ممكن يودينا في مشاكل كبيره جدا. صحيح. ممكن تدخلنا العين، فيا ريت ناخد بالنا من نفسنا. اختار صحتك واختار نفسك، وبلاش الوصفات السريعه، جسمك مش آلة. خلي بالك ان جسمك مش زي التاني، وكل واحد بيتقبل حاجه جسم التاني ما بيتقبلش. برافو عليك. ميرسي دكتور باربي.